صباح الخير. النهارده الجمعه في السعوديه وانا قررت اروح افطر فطار مصري. الفكره ان النهارده الجمعه، يعني انا كنت بصيت على الGPS كده، كل الاماكن مقفوله. اعتقد كل حاجه بتفتح بعد الساعه 2 او بعد الصلاه، بس اعتقد المطاعم يعني مش هتقفل، مش عارف، نشوف. قافل 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 قافل. ده اعتقد ده فاتح. السلام عليكم، انت شغال دلوقتي؟ شغال؟ خلاص. انا مش فاهم هو ازاي خلص؟ دخلت مطعم قال لي الاكل خلص. المطعم ده كان جنب البيت، في مطعم تاني بس همشي شويه حلوين. فكرة المنطقه هنا ان المساحات صغيره بس عاليه. في ماكدونالدز هناك بس عيب احنا ما ناكلش ماكدونالدز. مطعم كمان اهو قافل. عملت ايه انا بقى؟ دخلت على الGPS وشفت المطاعم اللي هي فاتحه دلوقتي. اي نعم احنا عندنا مشكله دلوقتي ان ممكن تكون المطعم فاتح بس الاكل خلص وانا مش فاهم ازاي. المهم انا لقيت مطعم اسمه مستر فلافل، اتمنى يبقى عنده اكل. انا اكلت عنده قبل كده عادي في نص اليوم، كان في اكل عادي. اهو بقول له هيعملها ولا ده فاتح جامد كويس قوي. السلام عليكم، شغال؟ عايز بس مني ما ينفعش اقعد هنا صح؟ ماشي سفري. طيب عايز واحد فلافل حمص. شكرا تسلم. انا فقدت الامل ان انا اعرف افطر، فللاسف عشان يوم الجمعه بيبقى اغلب المطاعم قافله والفطار بيكون موجود من الصبح بدري، فما كانش ينفع اقعد. هو عنده فطار، يعني انا لقيت في المنيو حاجات مصري، لقيت طعميه ولقيت فول، بس ما كانش ينفع اقعد وما فيش مكان اخد الاكل فيه، فجبت سندوتش فلافل بس. وهي دي محاوله الفطار المصري الفاشله. انتظرونا في فيديوهات تانية فاشله، وشكرا.